متصل آخر محمد الزياني. أهلا ومرحبا بك أخ محمد، تفضل أخي الكريم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. أخي العزيز، بداية يعني أبي أشكر تلفزيون اللؤلؤ على وقفته معاي. أنا العقيد المعتقل العقيد محمد الزياني، ما نعم نعم، أهلا وسهلا. نعم، كفرت بقضيتي. نعم، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أخي، عندما نقول الحقيقة يزعلون الكثيرين. عندما نقول يعني أنا دائما مع المعارضة في كل مكان أتواجد. درع الجزيرة لما دخل لم ينزل إلى الشارع. أنا أعرف هذه الكلام سيطير جميع المعارضين في البحرين. نعم. البحرين عندها جيش، عندها قوة لم تستعين بها، فكيف تستعين بقوة خارجية؟ نعم. نحن نتكلم بالعقل بالمنطق. إذا كيف تفسر؟ نعم الجزيرة. نعم أستاذ محمد، كيف تفسر دخول هذه القوات؟ نعم نعم، كيف تفسر دخول قوات إذا كانت البحرين تقول عندها جيش وهو قادر وقوي؟ هذا نقطة ثانية يعني. نقطة ثانية هذا ننتقل له. نعم. يجب أن يعلم البحريني وغير البحريني أن في البحرين جيش لم يتحرك، فكيف يستعان بقوات خارجية؟ نعم. المنظومة الخليجية درع الجزيرة، نحن البحرين جزء منه. لما أتكلم معك أنا عسكري، وأنا من وضع أو أنا من شارك في وضع هذه القوانين. لنا سنوات كثيرة نضع قانونه حتى تتحرك قوات درع الجزيرة حق أي بلد. كنا نطالب بأن يكون لها مكان أو معسكر في البحرين. البحرين حجمها صغير، فما كان عندهم يعني ما كان عندهم إمكانيات أن نستقبلهم. الآن عندما صار ما صار في البحرين، كانت الخطة أو الفكرة أن يعني لا تتطور. فدخول درع الجزيرة ليس له علاقة بالبحرين. دخول درع الجزيرة إلى البحرين يحمي منظومته الخليجية. العسكر كلهم يعرفون، البحريني والكويتي والسعودي وغير ذلك، هناك مواقع تابعة لمجلس التعاون، تابعة لدرع الجزيرة. أنا كضابط، أنا كعسكري قد أحتاج إلى جميع قواتي، فمن الواجب تصرف سليم من القيادة أنها تستعد حتى لإنزال الجيش البحريني في شوارع البحرين. نعم. من يغطي هذه النقاط، نقاط المراقبة، نقاط الرادار، نقاط نعم. يغطيها الذي يختمها، وهو مخدوم يعني كامله الى مجلس التعاون، ليست البحرين فقط. نعم. يجب ان نعلم يا اخوان. نعم سيد محمد اذا تسمح لي، هل هنالك تواجد لقوات درع الجزيرة في الدول الأخرى، مثلا في قطر، في عمان، حتى هي تأتي وتمتد إلى البحرين، أم هو المقر موجود في السعودية؟ ومن ناحية أخرى، ما هو دور الأسطول الخامس الأمريكي؟ يعني هنالك أسطول خامس أمريكي، ألا يدافع هذا الأسطول عن البحرين؟ هذه انا انا اجيبك عليه. نعم. درع الجزيره قوات تحتاج الى معسكر بحجم البحرين. لو رحنا الى درع الجزيره المتواجد في السعوديه، شاغر منطقه كبر البحرين. نعم. يعني القوات كبيره، فيها استعمالات كبيره، فيها ميادين رمايه، البحرين ما تحملها. كنا نترجاهم على ان يدخلون مو في الازمه. انا اتكلم عن 15 20 سنه. انا احد الذين وضعوا هذه الاتفاقيه، لكن البحرين بحجمها الصغير ما كان عندنا امكانيه ان نستقبلهم. نعم، هناك جموع من درع الجزيره في البحرين، في الكويت، في السعوديه، في قطر، تنتقل حسب الحاله. يعني انا يمكن انا اقول يعني انا في درع الجزيره لما دخلت البحرين، انا كعسكري كنت زعلان بدخوله. ليش؟ لان نحن كفيلين بحمايه بلدنا. نحن كقوات شرطه، دفاع، نعم. دفاع قوات الدفاع، كحرس وطني نستطيع ان نحميها. نعم. يعني استاذ محمد، باختصار تريد القول ان دخول قوات درع الجزيرة الى البحرين ليس له علاقة بالاضطرابات والاحتجاجات التي كانت مندلعة في البحرين في ذلك الوقت؟ لا اقول ذلك. اقول انا كقائد قد احتاج الى جيشي للمقاومه الخارجيه والمقاومه الداخليه. هناك منظومه خليجيه يجب ان تقطع، يجب ان يكون فيها افراد، فيها ضباط. انا احتاج الى جيشي اسحبه
يجب ان يكون هناك الذين درع الجزيره الذين دخلوا ليسوا تخصص حرب شوارع. نحن عندنا في الجيش حرب شوارع، الحرس الوطني عنده حرب شوارع، الشرطه عندهم شقب وغير ذلك. يا اخوان يجب ان نكون واضحين، نعم. يجب ان نقول الحقيقه. سيد محمد، يعني وصلت فكرتك